يا مساء السعادة، عشق الطفولة وأيام الطفولة يا جماعة. اللوليتا ديت هي كانت العشق، بنحبها وولادنا كمان بيعشقوها وبيموتوا فيها. وبما إننا في الحر والصيف بنبقى محتاجين كده شوية مثلجات نرطب بيها على قلبنا. هعرفك في فيديو النهاردة إزاي تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وكمان مضمونة ومش محتاجة أي مكلفات خالص. بأبسط الطرق هتقدري تعمليها حتى لو ما عندكيش القوالب. يلا بينا نصلي على الرسول وتعالوا نشوف هنعمل إيه. انا استخدمت جيلي، اي نوع فاكهه انت بتحبيه في الجيلي. انا استخدمت التفاح والمانجا والفراوله. هنجيب بقى الكزرولة بتاعتنا دي او الكنكه الكبيره، وهضيف فيها كوبايتين من الميه وعليهم كمان معلقتين من السكر علشان يعزز الطعم. لو مش حباهم استغني عنهم خالص. هدوبهم كويس وارفعهم على النار، واول لما يغلي نفضيه في الطبق. ونفس الحركه هكررها في كل نوع انا هعمله. تقدري بقى تستبدليه بأناناس، تستبدليه بمشمش، أي نوع فاكهة انت بتحبيه تقدري تستخدميه. طبعا ده موجود، أي نوع جيلي انت طبعا بتفضليه هتلاقيه موجود في السوبر ماركت. والأنواع دي بتبقى كتيرة، وانت بتعملي حاجة مضمونة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. نكرر بقى نفس الخطوة في كل الأنواع بتاعتنا ونصبها في قلب الطبق. ودلوقتي جهزنا الثلاث أنواع، المانجا والتفاح والفراولة، احلى 3 انواع احنا بنعشقهم. اسيبهم لما يبردوا خالص، وبعد كده هجيب القوالب بتاعتي. دي اول حاجة، نجيب القوالب. القوالب دي موجودة عند كل محلات اللي هي بتبيع الحاجات بتاعة المطبخ. تمام، تقدري تلاقيها رخيصة مش غالية خالص. انا هشيل بقى الايد بتاعتها من فوق، وهصب كده القوالب بتاعتي وهتعرفي ليه. بس لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول ولايك وشير على طول. طب لو انا ما عنديش بقى القوالب، تقدري بقى تستغلي ولادك الصغيرين كده في اكياس الكيك او البسكوت دي. بس اهم حاجة تغسليها كويس قوي. وتعالوا بقى هنجيب هنا العصيان. العصيان دي موجودة برضو في المحلات اللي هي مستخدمات المنزل، اللي هي بتبيع البلاستيكات والحاجات دي، متوفرة في كل حتة. بعد كده بقى هجيب العلبة وهحط فيها كوباية، وهجيب القمع الصغير ده اللي موجود في كل بيت. والكوباية دي علشان خاطر لما احط الاكياس تسند لي الاكياس وما تملش في العلبة وتدلق. نبتدي كده نصب الاكياس بتاعتنا وما نملاهاش لحد الاخر علشان ما تدلقش مننا. نصب كل الاكياس بتاعتنا ونظبطها كده، وبعد كده ندخلها برضو الفريزر. لازم ندخله الفريزر قبل ما نحط العصيان بتاعتنا، علشان خاطر لما اجي احط العصيان بتاعتي تتحط في النص وتبقى مظبوطة. لكن لو حطيتها وهي سايبة مش هتتحط في نص اللوليتا بتاعتي. ده بعد كده نص ساعة طلعته من الفريزر وابتديت احط العصيان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي برضو الاكياس شايفين مسكت نفسها اهي. هبتدي اظبط العصيان بتاعتي في نص الكيس بالظبط. تمام كده، نرجعه بقى الفريزر يقعدوا 5 6 ساعات. انا طلعتهم تاني يوم. بالنسبة للقوالب هجيب علبة فيها مية دافية وهنزلها كده دقيقتين علشان اعرف اطلعها، وهتطلع بكل سهولة. شايفين طلعت بكل سهولة. شكل الكونو ده شكله تحفة جدا. القراطيس دي شكلها لذيذ قوي. اطلع بقى كل الستيك بتاعي كده من قلب القالب بتاعي. وزي ما قلت لكم مش موجوده عندكم القالب، تقدروا تعملوا الفكره التانية بتاعه اكياس الكيك او البسكوت بتاعه ولادنا. ودي فكره سهله وبسيطه خالص ومش مكلفه، يعني مش محتاجين نشتري قوالب. شايفين هنفتح الكيس وهتطلع بكل سهوله ازاي؟ ما شاء الله. دي مش بتحتاج ان احنا نحطها في ميه ولا اي حاجه. نفتح بس الكيس كده ونطلعها بكل سهوله. شايفين شكلها؟ شكل المانجا والتفاح الوانات تحفه. وعايزه اقول لكم طعم وريحه بجد حاجه كده وهم، هتنبهروا بيها. ودول الحبه اللي اتفضلوا حطيتهم برضو في الكوبايه، يعني برضو تقدري تستخدمي في الكوبايه. وادي 3 طرق تقدري تعملي بيهم اللوليتا بتاعتنا. يلا بينا بقى نجيب الطبق بتاعنا ونحط شويه تلج ونعيش بقى كده جو الصيف الجميل، ونحط بقى اللوليتا بتاعتنا. عايزه اقول لكم طعمها تحفه. التفاح كان طعمه رهيب، والمانجا خطيره، والفراوله روعه. اتمنى تجربوا الوصفه، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنت، واشوفكم في فيديو جديد.